السلام عليكم اعزائي المشاهدين قناه الكوره مع الشرقاوي، اهلا وسهلا بيكم. طبعا النهارده كان في نتائج كره دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان النسخه الماضيه كان فاز بيها نادي الوداد المغربي على حساب النادي الاهلي المصري بنتيجه 2-0. وطبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي المصري حصل على البطوله ديت بواقع 10 القاب. جات الكره على النحو الاتي: المجموعه الاولى اتصدر فيها الوداد المغربي، بعد كده بترو اتلتيكو، بعد كده شباب القبال الجزائري، بعد كده فيتا كلوب. المجموعة الثانية فيها الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني. المجموعة الثالثة فيها الرجاء المغربي وحورية كوناكري الغيني وسامبا التنزاني وفيروز الأوغندي. والمجموعة الرابعة مجموعة جامدة جدا فيها الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني. نتمنى حظ يكون موفق لجميع الأندية العربية طبعا في البطولة. وإن شاء الله انتظروا مننا كل جديد بإذن الله في قناتكم الكرة مع الشرقاوي. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تحياتنا لحضراتكم.